السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم واخبار يومكم النهارده؟ يا رب يجعله بخير عليكم يا رب جميعا، ويجعله شهر مبروك علينا وعليكم يا رب. شهر الصيام يا رب يجعله شهر سعيد علينا وعليكم جميعا. النهارده يومنا ان شاء الله. غسلنا شويه غسيل ونشرناه. طلعت نشرتهم لوحدي، كانت البنات في المدرسه، وغسلت ونشرت مع نفسي كده. كنت حابة ان انا انشرهم معاكم من فوق، بس الظروف يعني مش ما كانش حد يصور لي، ما كانش حد هنا خالص يصور لي. نشرت من فوق، بس ان شاء الله بأمر الله يعني هصور برضه معاكم من فوق. ودي النخلة دي قدام بيتنا، احنا بيتنا فاتح على الايه، على الغيط على طول. الشجرة دي، النخلة دي انا ما زرعتهاش. هي في نخلة كمان برضه هتبان دلوقتي اهي. النخل ده انا على فكره ما زرعتوش، هو طلع من عند ربنا كده، وانا حافظت عليه بس من العيال تقطيع ولا اي حاجه، وطلع وعد حلو كده. ونفسي ان هو يكبر، نفسي ان هو يكبر ويطلع نخل. وهنجمع مع بعض بقى شويه سلج، لوز، اه، حبه سلج قدام البيت زي العسل. هيكون فيديو النهارده دي ان شاء الله، لان ما قدرتش اسرح الغيط والله. اعمل لكم ايه؟ فيديو من وجع الطبيعه كده، من شكل الطبيعه ويكون قريب من الطبيعة من بره، واكلمكم بره. قلت هجمع الثلج النهاردة، صوروني يا ولاد وانا بجمعه، قالوا ماشي. اهو قدام بيتنا على طول، مش بعيد يعني، بنزل من على البرندة في قلب الارض قدام البيت. والثلج ده على فكرة انا زرعه قدام البيت، في الحتة الخالية بتاعتنا. احنا شارين حتة قدام بيتنا كده، ونزرع فيها اي حاجة احنا عايزينها. بزرع فيها بامية، لوبيا، سلج، فول، اي حاجة. فيها برسيم وفيها فول وفيها سلج. وبجمع منه ونطبخ يعني. ممكن انزل بالليل لو انا عايزه اعمل محشي بالليل، ممكن اجمع واعمله عادي، لان بجد النور، والنور بالارض بتنور، مش بعيد يعني ولا حاجه، قدام البيت على طول. شويه ثلج حلوين، بس مش عايزه اعمل محشي خالص. هعينه في الفريزر، هسلقه واعمله بشويه ميه ساخنين كده، بليمونه، نطره ملح بسيطه، واحطه كده في حبه ميه ساقعين بليمونه برضه، وفي المصفى اصفيه، واقوم عينه في الفريزر في طبق فيلي، في اطباق فيلي كده. ولما عاوزه احتاجه اقوم اطلعه، بيبقى زي العسل. على شوية سل، على شوية محشي كرنب. النفر بيشكلها كده بشكل الحلة في بعضها، بيبقى شكلها حلو. لأن عندنا ناس بتحب الأسمر، في ناس بتحب الأبيض. فبعمل الحلة إيه، مخلطة في بعضها كده، مش بعمل دي لوحده ودي لوحده. وإن شاء الله بمر برضه هبسلكوا معاكم وأورولكوا إيه طريقة السليق. بس مش عندي استعداد النهاردة إن أنا أسلق وياه. ويا ريت كده مش تحرمونا من اللايكات والاشتراكات يا جماعة، عشان القناة تكبر. القناة ما بتكبرش، انا حاسة ان هي مش بتكبر. اللي بخش يشوفه بس ما بيحطش اللايكات ولا بيحط الاشتراكات، ولا حتى بشيع كومنت حلو كده. عايزين القناة تكبر. هي الحمد لله ماشية وكويسة، بس احنا يعني عندنا امل ان هي تكبر. انا عندي امل ان هي تكبر، عشان ايه؟ نزل لكم كل جديد على طول، ينزل كل جديد وتشوفوه، ونعيش مع بعض عادي. وهنزل لكم كل حاجة برضو في البيت، بس يعني ايه، كل حاجة واحدة واحدة كده. بس مش تحرمونا من اللايكات والاشتراكات عشان الكومنتات بقى، عشان الدنيا تمشي كده. مم. وفي فول برضو، الفول قدام البيت برضو في ريحة السالج، بس ما جاش في الكاميرا. ان شاء الله برضو هنجمعه مع بعض وهنوريه لكم. برضو بخزنه، انا مش ببيعه، انا بعمله بخزنه في البيت. عيالي بتحبه عن الخضار اللي بتشتري، الكوسه والكلام من ده، ما بتاكلوش الكوسه ولا الكلام ده. بحب الفول، بحب البسله. برضو هنجيب بسلة برضو نسلقها مع بعض. شفت جمال الدنيا قدام بيتنا عامل ازاي؟ دي قدام البيت على طول. اه، احنا واقفين قدام البيت وبنصور على بعد. بس الفيديوهات التانية كنت بروح الغيط، مش كنت بصور قدام البيت، كنت بروح الغيط بعيد عند الترعة، لأن الترعة بينه وبينها شوية. هصور لكم برضو من قريب، وهسرح واعمل لكم برضو فيديوهات هناك على الترعة، ومع بعض كده بإذن الله. بس اللايكات والاشتراكات عشان القناة تكبر، أهم حاجة. والكومنتات الحلوة كده، مش تحرمونا يعني. وايه رأيكم في الثلج؟
الشجر الحاجة المزروعة قدام البيت دي مش حلوة، احسن من نشتريها. عندنا كيلو السلق ب20 جنيه. مع ان يعني السلق ده ما كناش بنعترف بيه، احنا يا فلاحين ما كناش كناش بنجمعه، ولا كنا بنزرعه، ولا كنا بنعترف بيه. بس مش عارف ايه اللي حصل في الدنيا. على فكرة دي مش سلق فلاح، دي سلق بتزرع مخصوص كده، ورقته رجيجة. مش زي السلق الفلاح. السلق الفلاح بتحس ان ورقته مجلدعة وتخينة. دي ورقته رجيجة، رجيجة خالص، زي ورقة الكرنب كده، وجميل، بيبقى عامل زي الزبدة في المحشي. عن ورق السلق اللي هو الورق السلق دي بيبقى مجلدع، اللي هو الطبيعي بتاعنا اللي بيطلع في الأرض، اللي هو زي نظام غلاتاية. دي بيطلع مجلدع، مش بيبقى طري. لكن دي تحس ان الورقة بتاعته خضرة وطرية ورجيجة. يعني مهما تكون الورقة كبيرة بتبقى رجيجة، مش بتبقى خشنة. شيل الورقة قدام مننا رجيجة ازاي؟ اهو ظهر في الكاميرا اهو. ظهر في الكاميرا خالص اهو، رجيجة مش خشنة كده مجلدعة، وعامل زي الورق اللي هو الثلج العادي. الثلج اللي هو بيطلع على الريش العادي دي احنا بنزرعه. احنا بنزرعه. ما تحرموناش من اللايكات والاشتراكات يا جماعة. اللايكات والاشتراكات يا جماعة. اللايكات والاشتراكات. والسلام عليكم. بالظبط.